تعالوا نعمل مع بعض صابون سائل مواعين بطريقة سهلة ووفري فلوسك وكمان بكميات كتيرة. رحت عند محل المنظفات لقيت كيس معجون مركز لصابون سائل. دي حاجة جديدة، انت بتحضريه في البيت بنفسك وهيعمل معاكي 8 لتر، يعني بتخففيه بالمية في البيت بدل ما تشتريه كده ويبقى تقيل. لا، انت اعمليه في البيت. تعالوا نفتح الكيس مع بعض ونشوف جواه ايه. انا لقيت جواه كيس معجون زي اللي انتوا شايفينه كده في الفيديو، وكمان كيس باودر. ده كل المحتوى بتاع الكيس. تعالوا نشوف الطريقة بقى. هجيب طبق غويط بلاستيك، هحط فيه شوية مية، وبعدين هفتح كيس المعجون واحطه على المية وهقلبهم مع بعض كويس. طبعا انا حطيت شوية مية قليلة في الاول، وبعد كده هكملهم لل8 لتر ويمكن اكتر كمان. هضيف عليه من عندي كيس صابون سائل عشان يخليه اقوى كمان في التنظيف، وهقلبهم تاني مع بعض. وعندي شوية عصير ليمون هنزل بيهم برضو. الليمون وما أدراك من الليمون ونضافته بيخلي المواعين تلمع. آخر حاجة هحطها كيس البودر وهقلبهم مع بعض. يا جماله، شايفين اللون الروعة ده والرغوة الكتير دي؟ حقيقي حاجة بجد تحفة. بعد كده هسيبهم ساعتين عشان الخليط يمتزج كويس مع بعض وياخد ويدي مع بعضه. ممكن تشيليه في ازازة زي ما هو مركز كده وتاخدي منه حبة وتزودي مية، وممكن تجيبي الازازة تمليها بقية ال8 لتر وتحطي عليهم الصابون المركز زي ما انت عايزة. انا جبت ازازة وحطيت فيها سائل الصابون المركز وكملتها مية، وبكده نكون عملنا احلى صابون سائل تغسلي بيه المواعين. مش كده وبس، ده انت كمان هتغسلي بيه الارضيات والحوائط والاسطح المعدنية، اي حاجة عندك ينفع تغسلي بيه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الشير واللايك. اشوفكم على كل خير في فيديو جديد مع اختي الشيف رانيا.